بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في ديسمبر 2019 ومع بداية 2020 بيبدأ وباء كده ممكن تكون بتشبه على اسمه شوية، يعني هو مش معروف قوي، يعني تقريبا اسمه كورونا، كوفيد، حاجة شبه كده. ايوه، اللي قعدنا كلنا في البيت، او بمعنى صح مش كلنا قعدنا في البيت، في ظل ما اغلبنا قاعد في بيته مطمن على نفسه بعيد عن اي مصدر الوباء. كان في ناس في الصفوف الاولى بتحارب الفيروس اللي جاي من اقصى شرق الارض علشان يحمونا كلنا منه، وعشان نكون قاعدين مطمنين في بيوتنا وامنين على ارواحنا. ناس كانت بتنزل كل يوم مش عارفه هل هي كويسه سليمه او لا، هل هيرجع بيته اصلا او لا، هل ساعات الشغل الطويله مع مرضى الكوفيد او مرضى الكورونا هتاثر عليه او هتضره او لا. ناس ملهمش علاقه بالناس اللي بيرعوهم، دورهم كله مقتصر ان هو يكون مع الشخص ده، ولكن بيكون دايما هو الامل للشخص اللي بيكون قاعد معاه، يكون هو دايما الرحمه اللي جايه من ربنا سبحانه وتعالى للشخص اللي معاه. دوره انه يطمن الشخص ده، ودوره انه يكون جليس ليه في ممكن في اخر اللحظات. انا النهارده بتكلم عن الناس اللي كانت دايما في الصفوف الاولى، وكانت دايما بتضحي بحياتها وبتضحي بحياه ناس غاليين عليها في سبيل ان هم يكونوا مع قرايبك، مع احبابك واصدقائك اللي كانوا مرضى كورونا وكانوا محجوزين. انا النهارده بتكلم عن التمريض ناس كتير شايفاه شغل صعب ومجهد ومش بياخد تقدير، لكن الحقيقه التمريض هو ارقى مهنه ممكن تمارسها بانسانيتك قبل علمك. في الحلقه دي هنتكلم عن التمريض زي ما عمرنا ما شفناه. جهز نفسك لانك هتكتشف حاجات ممكن تغير نظرتك تماما. في رحله طالب كليه التمريض او في رحله طالب التمريض، اول يوم في الكليه دايما بيكون يوم فيه رهبه، بيكون فيه قلق واسئله كتير بتدور في دماغك. هو انا هدخل امسك سرنجه؟ طب انا هفهم التشريح بالفسيولوجي يعني ايه؟ الميكروبيولوجي ديت بيتكلم فيها عن ايه؟ هتعامل مع مرضى ازاي؟ طيب البطنه هل هي ماده سهله؟ هل اساسيات التمريض ماده ممكن اتعامل معاها او ممكن افهمها؟ طب هل هي صعبه؟ ولكن مع الوقت بتفهم ان كل ماده وليها دور، من البطنه للجراحه، الفسيولوجي للباثولوجي، وغيرهم من المواد. من اول محاضره لحد اول يوم تنزل فيه مستشفى، واحساس اول مره تلبس البلطو الابيض لا يوصف، احساس محدش هيعرف يوصفه. طالب تمريض بيحس بيه اول يوم بيلبس فيه البلطو لحد ما يخلص تعليم ويشتغل في مستشفى، برضه بيفضل فاكر نفس الاحساس. في بعض الناس بتشوف ان التمريض صنعه، يعني مهاره كده، مش محتاجه لا دراسه ولا بتاع. خليني اقول لك ان التمريض مش كله عملي، يعني ببساطه عندنا جزء نظري، وفي بعض الاوقات الجزء بتاعنا بيكون اصعب من كليات تانية. يعني قصدك ايه؟ اقصد الطب بيكون اصعب من الطب في بعض الاحيان. منهجنا يعني هو منهج طب، مش بعيد عنه خالص، ولكن الفكره ان احنا دورنا دور رعايه، فبيبقى شامل حاجات الدكتور نفسه غير مطالب بيها. يعني هو الدكتور دوره ان هو بيخش يكتب لك العلاج ويمشي، انا كتمريض بفضل واقف معاك، بديك العلاج، بقف جنبك، بعلمك ازاي تاخد العلاج، ودوري كمان ان انا اديك بوزيتيف انرجي او ان انا اديك طاقه ايجابيه واحسسك بالامان واحسسك بالراحه. دي حاجه الدكتور ما يعرفش يعملها، لان هي مش دوره، من جوه مجرد بيكتب لك علاج ويمشي. انا كتمريض لازم اكون دايما عارف جسم الانسان كله، اكون عارف الامراض والادويه والتفاعلات اللي ممكن تحصل بين الادويه بسبب علاج. بذاكر، بعمل ابحاث، بدخل امتحانات عمليه، وكل غلطه معايا بتفرق. المهاره مش بس في الابره، لا، المهاره في سرعه تصرفك، في قراراتك، في هدوءك وسط التوتر. وده بنشوفه دايما في لحظات الناس بتقول ليه دايما الدكاتره او التمريض في الطوارئ بيكون عندهم هدوء، بيكون عندهم برود اعصاب. ببساطه لان احنا بنشوف كتير وبنوصل لمرحله الهدوء، ان ببساطه شغلنا بيكون معتمد اكتر على هدوء اعصاب. تمريض مش كله ايجابي، في مواقف صعبه تمر عليك، مواقف صعبه ممكن تدمر نفسيتك في بعض الاوقات. اول حاله طوارئ تدخل قدامك وانت شفت لسه مبتدئ بيكون ليها اثر صعب عليك. اول مره طفل يفضل ماسك ايدك ومش راضي تسيبه وهو بياخد علاج بيكون برضه صعب عليك. اول مره تبكي على مريض مات، او اول مره رغم محاولاتك انك تنقذ حد بيموت. كل المواقف دي بتعلمك، تقويك، وبتخليك انسان مختلف. ممكن في بعض الاحيان تكون قاسيه، ولكن برضه تفضل ليها دور مهم في تكوين شخصيتك كتمريض وتكوين اسمك كممرض. بعض الناس عندهم صوره نمطيه عن التمريض ان هو خدام. عايز اقول لك التمريض مش خدام، لان معلش تمريض دوره هو دور رعايه مش خدمه. يعني ايه؟ يعني انا مش هاجي اكلك، انا دوري ان انا اديك علاجك. وده بنشوفه اكتر لما بنت تمريض تكون اول واحده تعمل انعاش قلبي لمريض في حالات الارست، او ممرض يوقف نزيف في لحظه، او يكتشف خطا في الدواء قبل ما يتاخد. دي كفيله انها تسكت اي كلمه فيها تقليل من دور التمريض. احترم التمريض لانهم خط الدفاع الاول في اي مستشفى. التمريض هو ركيزه اساسيه لاي منظومه صحيه ناجحه. لو في منظومه صحيه فيها الدكاتره، مع احترامي طبعا، الدكاتره قرروا ان هم ما يشتغلوش، الدنيا مش هتقف، بالعكس الدنيا هتمشي عادي وهيتعاملوا عادي. ولكن لو التمريض قرر ما يشتغلش او عمل اضراب، صدقني مستشفيات كتير جدا حصل فيها نفس الوضع، مفيش اي حاجه اتحركت، مستشفى كانت بتنهار، لان الركيزه الاساسيه لاي مستشفى هي التمريض. اخي او اختي طالب تمريض، لازم تفتخر انك تمريض، لان مش اي حد ممكن يتحمل مسؤوليه ارواح، مش اي حد يشتغل تحت ضغط. التمريض فخر،
قوة إنسانية. كل واحد اختار المهنة دي يستاهل تحية كبيرة. كل واحد قرر إنه يضحي بحياته في سبيل أرواح ناس تانية يستاهل تحية كبيرة. كل واحد بينزل من بيته ويفضل في شيفتات ممكن توصل ل 24 ساعة بعيد عن أهله، بعيد عن بيته، وبعيد عن مكان الراحة اللي الناس كلها بتهرب ليه، يستاهل تحية كبيرة. التمريض مش مجرد إنسان. لما بنيجي نتكلم عن التمريض في بعض الناس تقول التمريض ده مجرد مساعد دكتور. حبيبي خليني اقول لك ان مفيش حاجه اسمها التمريض مساعد دكتور. اول حاجه التمريض مهنه منفصله تماما عن الطب، لكن انا دوري بيكمل دور الدكتور. يعني ايه؟ يعني انا مش مساعد دكتور، انا مش خدام، انا مش واحد بيجي يديك علاج، انا دوري بيكمل دور الدكتور. ببساطه الدكتور لما بيكتب لك علاج فانت بتشوف ان هو عظيم ان هو كتب لك العلاج، ولكن خليني اقول لك ان لو التمريض اثر في العلاج انت مش هتخف. خليني اقول لك ان التمريض لو لخبط العلاج انت مش هتخف. وخليني اقول لك ان التمريض لو اداك جرعه زياده من اي علاج انت ممكن تموت. ولكن بالرغم من كده احنا ما بنقدرش التمريض، بالعكس احنا بنشوف للاسف نوع من انواع الاحتقار والتذليل ونوع من انواع المهان اللي بيتعامل بيه التمريض. خليني في النهايه اقول لك لو انت ممرض او ممرضه افتخر بنفسك. لو بتفكر تدخل المجال ده فكر بقلبك مش بس عقل. لو تعرف حد ممرض قول له شكرا. التمريض مش مجرد وظيفه، التمريض حياه. استنونا في الحلقات الجايه. سلام.